بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. اتصل علي أحد أصحاب العربيات في العاشر من رمضان وقال لي إن الصنايعي الميكانيكي عمل له عمر العربية وعايز منه 3000 جنيه مصنعية. طب سألته سؤال، هو اشترى حاجة؟ لا ما اشتراش. طب يعني جاب لك أي حاجة؟ لا. يعني هي بس، هل هي مصنعية بس؟ مصنعيته. ليه 3000 جنيه؟ ابتديت إن أنا أتصل مع احد، يعني كم صنايعي اتصلت عليه؟ يعني انت لما تكون انت راجل يعني ما عندكش ضمير تاخد كام من صاحب العربيه؟ قال لي يعني انا اخد 1000 2000 جنيه. وفي ناس ثانيه قالت لك يعني هو 1000 ونص عدل ربنا. ما تنساش كمان ان انت كميكانيكي ما انت بيبقى عندك بساتم، يعني مش هيبقى كلهم بايظين، شمايز مش هيبقى كلهم بايظين، في حاجات انت هتبقى موجوده عندك كخرده بتاخدها يعني منه، يعني الزبون مش هياخدها. بس فانا اللي انا عايز اقول، ليه 3000 جنيه؟ ليه نستغل بعضينا؟ يعني احنا ليه نستغل بعضينا؟ هل هو ال 3000 جنيه دول، انا بس عايز حد يرد على الميكانيكيه، هل 3000 جنيه عدل ربنا حتى في الجو، لو اللي احنا الاسعار اللي احنا فيها دي، هل 3000 جنيه كويس؟ ما انا مش عارف، حد بس يرد علينا عشان نقدر ان احنا نتكلم مع الميكانيكي ده. انا دلوقتي حالا هسمعكم مكالمه مع اللص عادل حسين، هيقول هقول له ان في مشكله وفي عندنا صناعي طالب 3000 جنيه. يا اسطى عادل كام؟ هيوضح لنا عادل حسين باسكندريه من الميكانيكيه الشطار جدا. خليكم معايا، هتصل بعادل حسين ونسمعكم المكالمه بتاعته. معانا، هنتصل دلوقتي بعادل حسين نسمعكم المكالمه. وخلي أنيس بس رحوته لكايروكي كون تونك وحمل أغاني بلا حدود على أنغامي وللكود. السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ عادل صباح الخير. صباح الفل يا باشا. عندي مشكله انا عايز اكلمك فيها. عندي احد المتابعين على قناتنا، قناه اليوتيوب، راح بيعمل عمره للعربيه يا استاذ عادل، الميكانيكي طلب منه 3000 جنيه مصنعيه. مكنه نوعها يا باشا؟ نعم يا فندم. مكنه نوعها ايه؟ عربيه دبابه 2011. تمام يا باشا. طالب 3000 جنيه مصنعيه، رايك ايه؟ رايي حرام. عدل ربنا ايه يا استاذ عادل؟ عدل ربنا يعني لما يكون مفتري قوي 1750 احنا بنعملها ب 3000 ب 1500. لما مع الزبون اللي هو ايه مننا. تمام. الزبون من بره وبتعمل له برضه معاهم الاربع عجلات وبتنضف له الاربع عجلات وبتظبط له كيس وبتاع ومش عارف ايه، واخد بالك؟ بناخده 1750 جنيه. لو هو برضه راجل، فيه راجل بيقوم سايب اللي طلع من عنده برضه بنرزقه منه. طب ليه 1000 جنيه مصنعيه. تمام. طب يعني انا عايز افهم الصناعي ده ليه طلب منه 3000 جنيه؟ ايه السبب؟ هل ده استغلال يا استاذ عادل ولا ايه؟ استغلال طبعا. لان المكنه دي هبدا وهما اخر النهار تكون خالصه. الحل دلوقتي اخر النهار تكون مدور ماشي، برضه لله كلها بتمشي عشان المركب تمشي معانا ومع الناس. هل ممكن يبقى عادل ممكن يبقى هو عمل حاجه تانية، يعني عمل خارق يعني في المكنه اللي يخليه ياخد مصنعيه 3000 جنيه؟ المكنه بتتطور بالكامل، راحت مخرطه عندنا. اوكي، انا ما بجيبش حاجه من اكتر ان حته الخرقه وايدي وعدتي. تمام. التكلفه على حسابه، بنزين، جاز صاحب المكنه بيقوم بيه، انا حته الخرقه من عندي. طبعا اللص عادل على فكره، بس عشان نعرف منه، اللص عادل ده في اسكندريه في باب 10، وهنسيب لكم برده تليفونه. يعني انا مش، طب انا عايز اقول للصناعي ده ايه؟ انصحه بايه يا استاذ عادل ولا انت تنصحه بايه؟ قول لي اعمل ايه؟ حرام، ارحم الناس ربنا يبارك لك. هل نقدر نقول الغلا اللي احنا فيه ده خلت الصناعيه تستغل الناس ولا ايه؟ مش عارف. لا ملوش دعوه الغلا بالبضاعه يا باشا. يعني احنا مثلا نقولوا كنا بنشتغلها ب 1000 ونص، مزودنا 100 جنيه 150 جنيه، وفي زبون ما نقدرش نقول له الغلا اللي احنا بنرحمه كفايه عليه البضاعه. ويشكر ان هو جالنا يحل عندنا. تمام. عايز يعني انت بس انا شفتك وانت يعني وانت بتكلمني كده بتقول لي ان هو في حاجات عنده زي البساتم الشمايز. إيه؟ يعني عنده هو بيسيبها، ممكن في زبون بيسيبها انا بحاسبه عليها بشتريها منه، بدل ما يرميها تبوظ انا بقول له استفاد منها بحقها. في زبون بيجي يحل برضه ترقيعه صغيره على قد ظروفه، وما الناس كلها ما بتعمرش يعني. يعني بننزل 4 بساتم، ممكن يكونوا فردتين بايظين، فرده بايظه،
ممكن يكونوا سلام. ممكن كل ده وارد، مش كل مكنه بتطلع زي بعضيها، فهو بيستفاد واحنا بنستفاد برضه. لو عملت طقم شمبر لعربيه دبابه تاخد كام يا استاذ عادل؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه طقم الشمبر، والعمره 1750 جنيه. والعمره 1750 جنيه. اشكرك يا استاذ عادل، انا سعيد بالمكالمه دي واشكرك جدا. الله يخليك. الجامبو والمكنه الجامبو 2000 جنيه. المكنه الجامبو 2000 جنيه عمرتها. 2000 جنيه طب اي مكنه كبيره من بعد الدبابه 2000 جنيه. من بعد الدبابه 2000 جنيه. 2000 جنيه. حبيبي يا استاذ عادل، انا متشكرين جدا، بشكركم. بشكرك يا عادل، ويا رب تكون انت كده يعني من الصناعيه اللي هي بترحم الناس شويه بدل الاستغلال يعني. ربنا موجود وربنا الاعدام بيقول الله اكبر الله اكبر. ربنا يكرمك. ماشي يا استاذ عادل، صباحك زي الفل. صباحك زي الفل. صباحك زي الفل. سلام. زي ما حضراتكم كده شفتوا اللص عادل ان هو قال 2000 جنيه، يعني 1750 جنيه، يعني هنقول 2000 جنيه رايح فين في ال 3000 جنيه؟ انا بس عايز احد الميكانيكيه يرد علينا ويقول ايه الموضوع. ليه اخد مصنعيه 3000 جنيه؟ ده اللي انا اقدر اقوله، واقدر اقول للصنايعي ده يعني اتمنى انك ترحم الناس، بلاش نستغل، بلاش تاجر قطع غير يستغل صاحب العربيه، بلاش الصنايعي يستغل صاحب العربيه، بلاش على طول. ما هو ما بقاش يعني انت ما تبقاش احنا ماسكين السكين اول ما تيجي عربيه بقت ذبيحه. حرام علينا. اشكركم على المتابعه، اتمنى ان تشيروا الفيديو ده، واتمنى ان الصنايعي في العاشر من رمضان يشوف الفيديو، واتمنى ان هو يتراجع عن اللي هو بيعمله. صباحكم زي الفل.